عرفت الناس بعلم التنميه البشريه. دي حقيقة. دي ما كانتش حاجه نعرفها خالص. دي قانون حقيقة. الجذب وقانون الانعكاس وكل الحاجات اللي حضرتك بتقول عليها. فقولي تمام. حضرتك الدور الايجابي بقى للسوشيال ميديا، خلينا الدور النهارده الإيجابي نتكلم عن الايجابيه. الإيجابية في السوشيال ميديا ترجع للفرد. الإنسان عنده أحلام، عنده طموحات، عنده حاجات عاوز يحققها في حياته، بيقعد يبحث، اللي هي مرحلة البحث اللي كنا زمان بنقول عليها في الكتب. أيوة. النهاردة هي لخصت له وبقت سريعة جدا، وبقت تحت ايده في بيته وفي غرفة نومه، انه يقدر يبحث عن اي شيء ويقدر يوصل له ويعمل عليه ابحاثه ويوصل للنتائج بتاعته ويعمل من خلاله مشروعه اللي هو بيحلم بيه. التواصل مع الافراد من كافة الجنسيات وكافة البلاد، دي حاجة فتحت للناس حاجة كبيرة جدا كويسة. ادي يعني الحاجات المهمة في السوشيال ميديا اللي هي جابت التنمية البشرية. بس في حاجة انا عاوز اقولها مهمة جدا، اتفضل. اللي هي قدرة الشخص على تقبل التغير. قدرة الشخص على تقبل حالة التغير. هو هيبدأ امتى يتغير؟ هو هيبدأ امتى حلمه؟ هو هيبدأ امتى يستقبل؟ لان المستقبلات دي ساعات تكون مغلقة. احنا بنقول عاوزين نستقبل عام جديد. أيوة. بفرحة. أيوة. الفرحة تدخل ازاي اذا كان انا كاتب نفسي قافل المستقبلات؟ ليه بقى؟ عشان كده طب بنقول. ازاي بقى يا دكتور الانسان يفتح المستقبلات على مصراعيها بقى؟ برافو. عشان انا عاوز دي اللي انا عاوز اتكلم فيها لانها مهمة تفيد طبعا. يعني. اتفضل. اول حاجة نحمد الله على ما فات. السنة اللي فاتت دي او العام نقدر نقول انه انقضى بخيره بشره بضحكته بدمعته. لازم نوصل لمرحلة اللي هي مرحلة الرضا. الحمد لله. رضينا يا رب. ولكن نأمل منك ان انت تحقق لنا كل طموحاتنا الحلوة في السنة الجاية بدون فقد وبدون غضب وبدون تذمر وتغير العالم من حوالينا. لو كل انسان حس بالشعور ده هيبقى شعور ايجابي جدا، مش شعور خيالي ابدا. لازم نبدأ نقول الحمد لله على ما مضى، ثم نستقبل الجديد بنفس راضية مرضية، ان احنا عندنا اهداف نقدر نحط لها قواعد تتحقق. اهم حاجة، في حاجة مهمة جدا، الناس اليومين دول فقدت التواصل الاجتماعي الطيب الحقيقي. صحيح. الحقيقي. فاحنا هنبدأ سنة جديدة، ارجو من الناس ان هي تتواصل مع الناس، صلة رحم، محبة. نبدأ بروح المحبة، لان روح المحبة اذا فقدت من العالم فقد كل شعور السعادة. حقيقي. طيب نقطة تانية هنخش فيها شوية. في واحد داخل السنة الجديدة بس عنده شعور بالذنب. بنقول له اترك شعورك بالذنب، الله غفور رحيم. الله بيستقبل من الناس كلها وبيرحمها لانه خلقهم ومش عاوز يعذبهم، وهي دي الفكرة. ومحدش بيغلط. فانت اترك كل الحمول اللي هي بتشعرك بالذنب، لان دي نفس امارة بالسوء. النفس بتاعتك اللي بتتحكم فيك دي هتشعرك بالذنب وان انت عندك احباط. اترك ذنبك على الله لان هو الوحيد غافر الذنب. ابدأ